أكيد كل تشكيل حكومة أكيد هناك نقاط واستراتيجية وضعتها النفسها من أجل أما تكون كمصلحة شخصية لتلك الحكومة أو أنها استراتيجيتها تفكر بوضع منهاج للشعب من حيث الاقتصاد، من حيث السياسة، من حيث الاجتماع، وهكذا كل الأمور الحياتية اللي يحتاجها المواطن بالعراق. اليوم بعد معاناة وولادة قيصرية صعبة ولدت الحكومة، تشكلت بقيادة محمد الشاع السوداني ترأس سدة الحكم، والآن أصبح قائد العام للقوات المسلحة. نقول هناك فرج بعد كل زوبعة، بعد كل عاصفة هناك فرج قريب. الشعب الآن يتأمل أنه هناك بوادر مثل ما صرحوا عدة مرات أو أكثر الأحيان بحكومة خدمية من أجل الشعب، من أجل المواطن، تخدم مصالح المجتمع، سيادة العراق، دول الجوار وهكذا. اليوم الكل ينتظر، الأعداء يتربصون والأصدقاء يتربصون والشعب يتربص. فإذا سؤالك حول موضوع التشرينيين ممكن يبقى مراقب. احنا مو بعض الأحيان بالبرلمان يقول أنت أبقى كتلة مراقبة أو كتلة معارضة، لكن تخليني أعارض بالسلم ليس بالسلاح وكذا مثل ما نسمع كل مرة ونشوف كل مرة. اليوم على كل اللي يحيطون كمعارضين يجب عليهم أن ينظروا ماذا يحدث فيما بعد. اللي نطلبه أنهم كفاية الشعب العراقي أصبح يعني نقول عليه أصبح عبارة عن جمود كامل. تطلع فترة سداد الطرق، تطلع فترة العمل يتوقف، الحياة تتوقف، هناك مظاهرات تخرج. إذن على كل ما أنه يفكر أنه عدو لتلك الحكومة عليه أن يترث قليلا. راقب أخي، أنت راقب وكن حكما في نفس الوقت من أجل تسجيل النقاط الضعف والقوة والخدمين مثل ما طلبوا. فإذا على كل ما يدور في الساحة العراقية أن ينسوا اسم مظاهرات حاليا. اليوم اكو مشرف تربوي واكو معلم. المشرف التربوي يجي يراقب طلاب، يراقب المعلمين كيف الأداء. إذا كن مشرف تربوي أنت وراقب الأحداث، راقب طلابك وراقب من يحكم البلد، حتى ذاك الوقت لما تطلع الشعب كله يطلع وياك، مو يطلعون 5 شباب أو 20 شاب ويتظاهرون ويسدون الطرق من أجلهم. لا، انتظر وترقب وبعدها احكم. هناك سيخرج معك الشعب كله ولست وحدك. هذا اللي نتمناه من تشرينيين ومن هو معهم، سواء كان بالقرار او بالفعل او بالعمل. بصراحة هذا الصمت نعتبره الهدوء بعد العاصفة. اليوم التيار الصدري راح يلعبها صح، راح يلعبها بالمباشر. هناك انتظار حسب ما تقول السياسة وحسب ما تقول الآراء والمخططين الرؤية البعيدة انه تلك الحكومة تشكل خلال 2 أو 1.5 سنة. اقوال هنا راح يبدأ الدور انه المراقب ايضا، قلت لك المراقب على هذا الوضع اللي سائد الان هو لن يهدأ. صمت نعم، لكن لن يهدأ. لماذا لا يهدأ؟ لأن هناك أسماء شكلت الوزارة عليهم علامات استفهام. يعني احنا كشعب نقول أو كمحللين سياسيين هناك أسماء غير مرغوب بها بتلك الحكومة، ربما فرض عليه فرضا أو أجبر عليها أو هو من تلقاء نفسه اختارهم. هذا الحدث ما نعرف شنو اللي صار حتى اختار هؤلاء الأشخاص. الشعب كله يعرف الأسماء بالضبط ويعرف الشخوص بالضبط. الآن التيار الصدري ينتظر تلك الفرصة ويتحين
تلك الفرصة من أجل الانقضاض كالصقر ينقض على الحكومة. الشعب ينتظر تلك اللحظة، فمثل ما دخل في الخضراء 3 مرات يعملها رابعا، وتلك الرابعة لا تحمد عقباها.